شكرا للاهتمام بهذا الموضوع كالعادة دائما في الواجهة ودائما كتشجعوا هذا الموضوع. ميرسي. شكرا على السؤال لأنه جد مهم. ملي كنقولوا للناس التبرع بالأعضاء، حتى الناس اللي عندهم واحد الوعي وعندهم واحد المستوى ثقافي ما كيفهموش كيفاش غادي نعطينا الاعضاء ديالي. خصنا نعرفوا بان الاعضاء اللي كنقدروا نزرعوها كتقدر تجي من متبرع حي ومن متبرع حديث الوفاه. انسان حي يكون في الاقارب ديالو، هذو اللي كيسمح بها القانون، والانسان حديث الوفاه هو الانسان اللي كيدخل في موت دماغي، ماشي لو كوما باش يعرفوه الناس، ماشي غيبوبه، موت دماغي ما غيعاودش يرجع. هاد الناس كيقدروا يتبرعوا بالاعضاء ديالهم مادام هما كيكونوا في الانعاش، كيكون بانه الضغط الدموي باقي مزيان باش يبقى اعضاء يبقاو حيه، تما كيقدروا يتبرعوا ونقلوا الاعضاء ديالهم الانسان اللي هو محتاج، اللي عنده فشل في الاعضاء الحيويه كالقلب كالرئتين كالكبد والكلي. هاد الاشياء مع الاسف باقي ناقصه عندنا. هذا اليوم هو دائما الجمعيه ديالنا كتستغل هذا اليوم بالزياده في التحسيس والتوعيه واعطاء المعلومه، ولكن كذلك بانه كنطالبوا دائما الجميع باش يعمل على هذا الموضوع، لان هذا الموضوع هو موضوع وطني، يعني مسؤوليه هي مسؤوليتنا جميعا، ما نبقاوش نقولوا غير الدوله، لاننا خدينا تبرع وزراعه الاعضاء ومشينا من البدايه. فاول شيء الاعضاء خصهم يكون عندنا الاعضاء، فكما ذكرت كاين متبرع حي وكاين متبرع حديث الوفاه. فالمتبرعين الناس مسجلين باش واحد النهار يكونوا متبرعين، العدد ضئيل جدا، ف 1200 شخص، الاكثريه في مدينه الدار البيضاء قامت بها الجمعيه. ولو شجعنا الناس ولو ساعدتنا المحكمه الدار البيضاء اللي كنحييها لان دائما كتشتغل معنا بجديه وكتساعدنا، هذا العدد لا يمكن المغاربه باش يستافدوا من الزراعه. خص يكون عندنا الملايين مسجلين في هذا السجل باش يقدروا الناس يستافدوا اللي يحتاجوها. حنا مثلا بالنسبه للكلي كيقدروا الناس يديروا التصفيه، لكن بالنسبه للناس اللي كيوصل لهم فشل في القلب في الكبد كيتوفاو. ما نكملوش على الاطفال ولو يكون عندهم فشل في الكلي فهم كيتوفاو، لان لا بد لهم من الزراعه باش يبقاو على قيد الحياه. يعني هذا التبرع الان عندنا العدد قليل جدا. الكلي اللي هي كان عندنا زعما العمليه اللي كدار اكثر هي الكلي، فلحد الان منذ 34 سنه عندنا ما يقرب 640 حاله زراعه كلي، غالبها من متبرع حي من العائله. تحديات كثيره، يعني قد ما عندنا اشياء اللي هنا بحناها واللي هي جديه. مثلا القانون المغربي اللي كينظم التبرع وزراعه الاعضاء، المغرب من الدول القليله في الدول العربيه والدول الافريقيه اللي عندها هذا القانون اللي كاين موجود من 99. يعني لكن هذا القانون كما اي قانون كيقدر يكون عليه واحد التعديل على حسب التطور لا التطور العلمي ولا الاجتماعي. فاحنا الان كنطالبوا بلا بغينا النهوض بهذه العمليه كما قلت غنبداو بعدا بالاعضاء. يعني كنا نكونوا متبرعين تغيير القانون، الا اللي ما بغاش يمشي هو اللي يسجل نفسه في سجل الرفض. فاحنا تكلمنا على هذا التحدي اللي كنت مطالبه بهذا اللي خرجناه في التوصيات اللي قمنا بها، ان تغيير القانون واجب. ما غاديش نتسناو حنا واحد 50 سنه باش نوصلوا ل1 مليون ولا 2 مليون اللي بقينا غاديين على هذه الوتيره ديال الناس اللي غيتسجلوا في السجل. من غير القانون كاين هنا الحمد لله اشياء اللي هي ربحناها، هي التغطيه الصحيه الشامله، يعني الناس كيستافدوا. وهذه التغطيه الصحيه كتعطينا يعني تكفل بالتصفيه، التكفل بالزراعه لا في العمليه ولا في الادويه، يعني شيء جميل. كيبقى علاش كما نتجمعنا علاش ما كنمشيوش، انه ما كاينش واحد التعامل ما بينات المراكز. فاحنا كنطالبوا ان يكون مركز في المغرب اللي هو يتكلف بالزراعه، ما نبقاوش مره كنشوفوا واحد زراعه دات واحد المكان لا معنى لها، لان الزراعه ماشي شي حاجه ان ايفينمون، دابا هو علاج طبيعي عادي. وبالعكس كاين واحد التطور كبير في الزراعه، وجارتنا اسبانيا هي الاولى في التبرع وزراعه الاعضاء في العالم منذ اكثر من
20 سنه يمكننا ناخذوها كمثال. واجرت هذه السنه واحد جوج اشياء اولى، منها يعني زراعه ذئاب بالروبوت كانت جميله جدا وستعطي واحد الامل بان نقدروا نمشيو بعيد. كان واحد التطور باستعمال كذلك الرقمنه والذكاء الاصطناعي، انه ولينا كنعرفوا الناس شكون اللي كيقدر يمشي مع الشيء، كيفاش نديروا العلاج يكون موافق لهذا الشخص وماشي هذا الشخص، القياس تاع الادويه، اشياء اللي هي غادي عطات واحد النتائج كبيره ومهمه بالنسبه للعيش ديال الاعضاء اللي هي كتزرع، وبالنسبه للعيش وجوده الحياه بالنسبه للمريض اللي كيتلقى. فعلينا ما نشتغلوا جميعا، مسؤوليتنا كنا لا بالنسبه للناس اللي مسؤولين على القطاع الصحي ولا الاطباء ولا الجمعيات ولا عائلات المرضى، حتى المرضى اللي عندهم ناس ديالهم خصهم يتبرعوا لهم. حتى بالنسبه للكيلي الاحياء من العائله خصهم يتشجعوا يتبرعوا، هذه صدقه وصدقه جاريه وجميله. نعم، هو دائما علاش قلنا اليوم العالمي مهم باش زياده في التحسيس. مع الاسف ما كنشتغلوش بكثره على هذا التحسيس. انت كتعرفوا بانه جمعيه كيلي هي اللي كتشتغل وحدها في هذا الموضوع منذ سنين، اكثر من 20 سنه يعني على هذا. يعني حنا قمنا واستعملنا جميع وسائل التواصل، ما بين الفيديوهات، لقاءات، محاضرات، كتب، ملصقات، مقالات، اي شيء باش نحاولوا نشجعوا الناس نوصلوا لهم المعلومه. علاش؟ لان الناس اللي ما عندهمش المعلومه ما كيزعموش، كيخافوا اش غيخونوا لينا، فين غنموتوا، فوقاش غياخذوهم. لا، خصهم يعرفوا بان مثلا انا لا توفيت الان ما غنصلح حتى شي حاجه، لانه ما غنكونش في واحد المكان اللي هو الانعاش اللي غادي يخلي الاعضاء حيويه، لانه الاطباء كيبقاو شادين الضغط الدموي، كيبقى الاعضاء حيه باش نقدروا نتبرعوا بها. كاينين كذلك الاشاعات، والناس باش ما يتبرعوش وباش ما يواجهوش داك الخوف ديالهم كيبقاو يتبعوا اشاعات، لا هذا شدوه خونوه ليه، لا هذا شدوه ذبحوه الى اخره، خطفوا الاطفال. هادشي غير ممكن، يعني ما كاينش يمكن لينا خصوصا في المغرب. اولا عندنا القانون صارم، ثانيا خاص يكون عندك مراكز كثيره اللي كدير 24 ساعه 24 ساعه كدير غير يعني هاد الزراعه باش تقدر يعني تكمل دير تخطف هذه العمليات. اللي كنبغي نطلب انا من المواطنين انهم ياخذوا المعلومه الصحيحه. بغاو معلومه مثلا على الدين، واش الدين الاسلامي اللي كيسمح له، والقانون المغربي هو جاي من يعني مسوحه من الشريعه الاسلاميه، يمشيو عند رجال الدين، الناس ديال المجالس العلميه مستعدين وعندهم خبرات وعندهم معلومات يعطوهم الصحيح ماشي الاشاعه. بغاو القانون، الناس القانون، بغاو الاطباء، الناس موجودين، يعني قالوا سمعنا غادي تنفعنا. فهذا الشيء اللي كنبغيو حنا نشتغلوا عليه، وهذا الشيء ناقص عندنا كثير. يعني خصنا نكونوا كلنا كنشتغلوا على هذا الموضوع. حتى الاعلام ما خصوش نتسناو اليوم العالمي مثلا باش يتكلموا على هذا الموضوع، مع العلم بان الاعلام تقدم كثير وعمل بالنسبه لي انا، بالنسبه لميادين اخرى عمل كثير وتقدم، وحتى طريقه يعني كيفاش كيطرحوا هذه المواضيع تغيرات وتطورات، وكنتمناهم يزيدوا اكثر. وانا دائما راه الاشاره كنشجعهم كنعطيوهم المعلومه، حتى هما كيخصهم معلومه باش يشتغلوا. انت هذا الشيء كتعرفوه مزيان بالنسبه لكم. تشجيع التبرع وزراعة الأعضاء هو مسؤوليتنا جميعا. كنا خصنا نتشغلوا باش نقضوا أرواح المغاربة اللي هما محتاجين بنا، خصوصا بعد الوفاة. يعني هذوك الأعضاء كيضيعوا، فاحنا كنا خصنا نديروا اليد في اليد من المسؤولين حتى المواطنين العاديين باش نوصلوا هذه الرسالة. هذه صدقة جارية، صدقة نقضوا حياة إنسان. اش كبر من هذه الصدقة؟ واش ما أحسن منها؟ لأن لما احنا ما عطيناش وتبرعنا، غدا اللي غنحتاجوه ما غاديش نلقاوه. فكل يوم كيتوفاو أطفال، شابات وشبان ورجال ونساء بلا ما نقدروا حنا نقدوهم، مع العلم بأنه عندنا في يدنا وسائل كيفاش نخليهم يعيشوا معنا على قيد الحياة في وطننا الحبيب.